مساء الخيرات يا حبايبي على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيك، بس انا عاملاها كميه قليله جدا. بصراحه يا جماعه السعرات الحراريه لاي حلويات بتبقى كتيره، والواحد لازم يخاف على صحه ولاده. فانتي اعملي الحلا على قد الوجبه اللي انتي هتاكليها كده بالليل في سهره حلوه مع ولادك، بحيث ان ما يبقاش فيه كتير وتبقى سعرات كتير. بصوا انا هنا جبت مج، والمج ده حسب المج اللي عندك، عايزه تعمليه كبير اعمليه. انا كان مج كبير على فكره، وحطيت عليه معلقه بيكنج باودر. تمام. انا عندي 2 قارب. بس انا معلش انا اللي طلع الحجم الكبير شويه، ولادي جابولي انا ما خدتش بالي، فانتي يعني صغريه عشان تطلع عاليه اكتر من كده. بس انا ولادي بيحبوا الصوم كده، يعني شبيه كيك اسمه درو. بصوا انا جبت في الخلاط نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، وضربتهم في الخلاط بنفس المج اللي احنا حطينا بالدقيق، وحطيت بيضه واحده وعليها الفانيليا. تمام. هي كيكه مش مكلفه خالص على فكره، يعني كيك وبيضه واحده ده انجاز. حطيت البيضه بالفانيليا على الخليط اللي في الخلاط، ونزلت عليه بكوبايه الدقيق. وانا بقلب بقى هنا، اوعي تنسيني في الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وياريت تشيري الفيديو مع احبابك واخواتك علشان الكل يستفيد. انتي ناسيه تحطي اللايك ليه؟ حطي اللايك. بصي حبيبتي انا قلبت الكيك كويس جدا. طبعا قلبيه بمضرب سلك. المضرب ده بصراحه نعمه، حاجتين في حياتنا نعمه، المضرب السلك والسباتيلا. بصوا انا حطيت طبعا، مسكت القارب ده انا مسكته دهنته بالزيت، ونزلت بنص الخليط وسبت جزء من الخليط. خدت معلقتين كاكاو خام. في كاكاو عند العطار اسباني حلو جدا، بتاخدي منه معلقتين وبتدوبيهم في حبة لبن او حبة مية سخنة او حبة لبن دافين زي ما انت عايزة، وانزلي بيهم على الخليط. تمام. انا حطيت نص الكمية الاولى، ونزلت عليها بالكمية الشوكولاتة اللي احنا عملناها دي. لو انت عايزاها طبقتين حطيها بالتساوي، وما تعمليش اي لخبطه كده باي حاجه علشان ما يندمجوش. انا عايزاهم هما الاتنين يخشوا في بعض. طب انت عايزه نص ونص، لا صبي خليطك الشوكولاته عادي وسيبيه. في الفتره دي كوني مشغله الفرن بتاعك على درجه حراره 200 وتحطيه، ما بتاخدش وقت طويل خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله هتعملوها وهتكتبوا لي في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد، وتصبحوا على خير يا حبايبي.